من الاخر مع محمد شبانة، وصباحكم دايما زي الفل. اكبر حدوته شغاله دلوقتي على السوشيال ميديا وشاغله الراي العام الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ ترك منصبه مديرا لفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بقرار من اداره النادي. يعني الكابتن محمود الخطيب موجود في الاجتماع، هو رئيس مجلس الاداره والمفوض من مجلس الإدارة لإدارة شؤون كرة القدم. اللي يخش بقى في محسن صالح، واللي يخش في زكريا ناصف، واللي يخش في حسام غالي. وتخيلوا اللي يدخل يقول لك اصل احمد عبد القادر عمل بوست فخرج مشي سيد عبد الحفيظ، اصل حسين الشحات عمل خناقه مع الشيبي فكانت السبب في انه مشي سيد عبد الحفيظ، اصله كهربا معرفش عمل ايه، اصله زكي عمل ايه. وكل واحد كم من الاجتهادات، لدرجه ان في ناس اتكلمت على الخطوه الجايه لسيد عبد الحفيظ اللي هو اصلا القرار صدر يوم الجمعه. يعني حتى لو سيد عبد الحفيظ راجل مطلوب جدا، ده لو لعيب كوره والنادي بتاعه سابه فجاه من الاسماء المعروفه، يعني هنفترض حسين الشحات، الاهلي عامل القايمه الجديده بتاعته ما حطوش فيها، على ما الانديه تستوعب وتفكر وترتب، واللي يكلم المدير الفني هتاخد له اسبوع، ياخد له 4-5 ايام، وبعدين يبدا التفاوض مع حسين الشحات. لا ده في نفس اليوم قال لك اصل قناه فضائيه خليجيه، لا ده قناه فضائيه عربيه بتحلل الدوريات الاوروبيه، لا بي ان سبوت اصله. وكل الناس شطحت عشان خاطر الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ ليه رصيد كبير جدا عند الجمهور، زيه زي كل حد موجود في منظومه كره القدم محقق انجازات، لكن الرصيد الاصلي هو للنادي الاهلي. وبعدين يعني السنه اللي فاتت الجهاز ده كانت الناس دي موجوده، كابتن سيد عبد الحفيظ كان موجود، كابتن سامي قمصان كان موجود، ميشيل يانكون ما اعرفش كان موجود ولا لا مش فاكر. لكن في الاخر الناس بتبقى موجوده في الاخفاقات وفي الانجازات. يعني هل لو كان السنه اللي فاتت صدرت هذه التغييرات كانت عدت عادي؟ يعني كانت ممكن تمشي عادي ولا كانت قامت الدنيا؟ اللي عايز اقوله ايه، انه كرة القدم لا تدار بالعاطفة، ده اللي عايز اقوله. وكابتن سيد عبد الحفيظ له رصيد كبير وليه انجازات كبيرة وليه عمل شاق ومهم وناجح قام بيه في النادي الاهلي، بس زيه زي اي حد داخل هذه المنظومة نجح. لازم الناس تفكر كده. والتغيير انا مش هقول سنة الحياة، يعني انا مش هقول سنة الحياة مع انه هو سنة الحياة، بس دايما مبني على اسباب ومبررات. الادارة شايفة ان هناك تغيرات بتحصل في المستقبل او تغييرات بتحصل في المستقبل بشكل عام في ادارة كرة القدم ربما لا يناسبها سيد عبد الحفيظ. الادارة شايفة ان الكابتن سيد عبد الحفيظ واخد مثلا حجم كبير داخل ادارة فريق الاول لكرة القدم، هم عايزين يدوا الحجم الكبير ده بالدرجة الاولى الكولر مثلا. الإدارة شايفة إنه كولر محتاج يبقى مسيطر بشخصه وبنفسه على القصة دي كلها مثلا. ما هو القرار ده كل عمره ما هيطلع من تحت ضرس كولر يعني. يبقى إذن المسؤول عن إدارة كرة القدم هو مجلس الإدارة اللي بيفاوض الكابتن خطيب مع لجنة التخطيط اللي عارفة كل حاجة والتفاصيل. فهو مش هيطلع يقول لك التفاصيل، يعني إدارة الأهلي مش هتطلع تقول لك الأسباب الحقيقية. طيب القرار صدر زي أي قرار، ما ياما فين على فكرة الأهلي خد بطولات كتيرة جدا بكل مديرين الكرة اللي اشتغلوا، الكابتن علي عبد الصادق، كابتن محمد رمضان، طبعا الكابتن ثابت البطل العظيم. أنا بتكلم في العصر الحديث، يعني ده في سنين ما كانش فيها مدير كوره والاهلي خد كل البطولات مع مانويل جوزيه لما اسند المهمه للكابتن حسام البدري وهو مدرب عام، وبالمره يبقى مدير كوره بالانابه لو تفتكروا يعني. بس انا مش عايز ارجع يعني واقعد اتكلم في حاجات كده تبان انه عادي يعني. لا الكابتن سيد بذل مجهود كبير، لكن خلاص الموضوع خلص. وانا ما بحبش بقى الفكره اصله مقموص، اصله زعلان، اصله متضايق، اصله مش بيكلم حد، اصله رفض مداخلات ايه، اصله رفض اي منصب، اصله مش عايز يبقى ايه ده. على فكره كابتن سيد نفسه كان عارف بالقرار، ولا صحه للي بيقول ما كانش عارف القرار غير يوم ابلاغه. غير صحيح، بدليل ان هو قال لاصدقائه واصدقائه المقربين من قبلها باسبوع ان انا مش هكمل، ان انا همشي. هو كان عنده احساس الكابتن سيد، والاحساس ده مبني على مواقف اكيد داخليه جوه الفرقه، يعني مش احنا ما نعرفهاش، بس اكيد مواقف داخليه جوه الفرقه هي السبب في القصه دي كلها.
انما خلاص، مش الكابتن سيد عبد الحفيظ وجس الكابتن خالد بيبو. يعني هل الاداره تتراجع عن القرار ده يبسط الناس؟ يعني هل يبسط الناس ان الاداره تتراجع عن القرار؟ هو نجاح الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي الناس شايفاه حاجه مهمه كبيره دي، النجاح، انا بقصد النجاح طبعا، هو مش وراه اداره وفرت كل حاجه للنجاح ده؟ مش وراه اداره جابت لعيبه، وراه اداره عملت معسكرات، وراه اداره جابت جهاز فني قوي، وراه اداره عملت ادت مرتبات، وراه اداره انتظمت في كل حاجه، وراه اداره عملت كل، مش كده؟ مش في اداره؟ ولا هو النجاح ده في ظل الفوضى دي اتاخد الركن ده بس نجح، فنقول اللي نجحوا بقى اللي شغالين فيه بس؟ لا، وراه اداره قويه. فاذا اللي بيجي هذا المكان هو بيخش يندمج وسط منظومه اساسا جاهزه واساسا بتدعمها الاداره. ده بس اللي انا عايز اتكلم عنه. فلما نقول للاداره خلاص رجع الكابتن سيد عبد الحفيظ، عادي يعني ما دام الناس زعلانه نرجع كابتن سيد عبد الحفيظ، وما دام الناس ما نرجع رمضان صبحي ونرجع عبد الله السعيد ونرجع كده، يعني نعمل استفتاءات واللي يقوله الجمهور يحصل، يرجع يعني. عموما كابتن خالد بيبو شخصيه محترمه جدا، لا تقل في كفاءتها واحترامها عن الكابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن سيد عبد الحفيظ هو امتداد لعمالقه، والكابتن خالد بيبو امتداد لهذه العمالقه. وكل واحد طالما طول زي سيد عبد الحفيظ كده 10 سنين و12 سنه والكلام ده، تعرف على طول ان هو شخصيه مؤثره وشخصيه ناجحه وتنجح في اي مكان. هو صالح سليم، الكابتن صالح طبعا مع حفظ الالقاب للكل، فتره ثم انتقل للعمل الاداري. الكابتن حسن حمدي فتره ثم انتقل للعمل الاداري، وهكذا. ونجحوا جدا في العمل الاداري لدرجه ان كلهم تقلدوا منصب رئيس النادي يعني. فالكابتن سيد يعني خلاص هيروح يبتدي يشوف الخطوة الجديدة في حياته، وانا بنصحه انه يكمل اداريا داخل النادي الاهلي. هو حر طبعا في افكاره، بس دي نصيحتي، انه يكمل اداريا داخل النادي الاهلي. والكابتن خالد بيبو هيجي يستلم. افرض صحينا من النوم الصبح لان الكابتن محمود الخطيب استقال وساب النادي الاهلي، او مشي من النادي الاهلي، او طلع قرار محكمة مشاه، وات ايفر، اي حاجة. شوف انا جيت لك بقى على التقيلة، خلاص الدنيا هتنهار يعني انا بسأل الجمهور، هذا الرمز العظيم كابتن محمود الخطيب فجأة صحيت من النوم الراجل استقال، قال لك مش قادر، صحتي تعبانة، عايز اعيش مع احفادي. لقيت حكم محكمة كده صدر فجأة لأي سبب شاله. الانتخابات الجاية قال لك مش نازل يا عم، بلاش، صحيت من النوم لقيته كده. انهار النادي الاهلي يعني. فاللي عايز اقوله ان النادي والشعبية والجماهيرية والتاريخ والنظام والاصرار والطموح والتفرد والقوة وكل الحاجات اللي الاهلي بيتميز بيها دي تظل باقية. الشخوص بتتغير. عشان كده بصراحة انا ممكن تبقى المظاهرة مظاهرة حب، يعني وداع كله حب وورد وكده، ان الناس تحسس الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هي راضيه عن شغله وراضيه عنه لكن يبقى مصدر للتشكيك في اداره النادي وكده خلاص. وبتدي تطلع اشاعات بقى، اصلا قمصان ماشي، اصل يمكن، وحتى ولو مع انهم مش ماشيين، بس انا هفترض يعني عادي تغييرات بتحصل في الاجهزه الفنيه في العالم كله. هو انشيلوتي مش هيمشي من الريال، ده سايبينه عشان بقى عقد في سنه في عقده وهيدفع شرط جزائي قد الدنيا دي، عادي يعني. هو بنزيما مش مشي من الريال وقبليه كريستيانو، والريال كسب من غير كريستيانو دوري ابطال اوروبا، عادي، مش كده برضو يعني. المهم ده في الشأن الاهلاوي. اما في الشأن الزملكاوي يظل الآن السؤال: هل يستقيل مجلس إدارة النادي حتى يأتي مجلس إدارة جديد لإدارة شؤون النادي بانتخابات مبكرة حقيقية وسليمة، وتيجي ناس فعلا بتحب النادي وتشتغل على حل مشاكله وأزماته، مش حل مشاكل فريق الكورة، النادي ككل، لأن كله مرتبط ببعضه؟ هل هيحصل كده ولا لأ؟ الناس عماله تقول في الساعات الاخيره هيستقيلوا، لا مش هيستقيلوا، لا هيستقيلوا، لا مش هيستقيلوا، لا هيستقيلوا، لا مش هيستقيلوا. سواء يستقيلوا او لا يستقيلوا، ما عليه نادي الزمالك الان لا يرضي احد نهائيا. وتعودنا وتعلمنا ان من يفشل في مهمته هذا الفشل الذريع بيطلع